جارنينا وفيك عشق ورقوشتم جارنينا شقاد بجمج بجهة بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. شقاد بجمج بجهان رجارنينا أو لازان جاكتينا جارنينا استقيم شتا أمر مجبوتا نقار بيتا استمر موتا استقيم شتا أمر مجبوتا نقار بيتا استمر موتا ورا 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 شيريني درمان بقابريني ورا 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 شيريني درمان بقابريني أحمد قبل هيليني ورا ورا دنقين عليني ورا ورا دنقين عليني خوش مقادينا الكولانا الهبيات ما أكثر باشا الكولانا البندات ما وقادينا ورا 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 شيريني دار ما بقابريني ورا 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 شيريني دار ما بقابريني أمريك بلا هيليني ورا تنجي بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. الكتم وانشابا ودقل سرگردنك ودقل سرگردنك. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام بحلقة جديدة من البرنامج الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا من وراء المايك شيف حسن عبر الموجة 103.5 من قامشلو وريفها. عم تسمعونا وعبر البث المباشر لصفحة الإذاعة على موقع الفيسبوك بوير عربي بترافقونا مشاهدة
تنطلق اليوم 28 من نيسان فعاليات الأسبوع العالمي للتنميع، ولأهمية هذا الموضوع في تعزيز الوعي حول دور اللقاحات في عالم صحي أفضل خصصنا هالحلقة لنتناول هذا الموضوع. وللحديث أكثر معنا في الاستديو الدكتور صخر عليكة. يسعد صباحك دكتور. يا أهلا وسهلا فيك. بلي دكتور ومستمعينا الكرام، بداية نستمع للمقدمة التعريفية يلي أعددناها حول موضوع حلقتنا وبنرجع لنبدأ حوارنا. اتفضلوا. يصادف الأسبوع الأخير من شهر نيسان من كل عام أسبوع التمنيع العالمي، وهو فعالية تستمر لأسبوع يتم خلالها إطلاق العديد من الفعاليات والنشاطات الرامية إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية اللقاحات وزيادة معدلات التحصين ضد الأمراض. واللقاحات هي مواد تحتوي على كمية من الفيروسات أو البكتيريا التي يتم إضعافها أو بروتينات يتم صنعها في المختبر، وعادة ما تعطى هذه التطعيمات أثناء الطفولة للحماية من أمراض خطيرة من خلال تحفيز الدفاعات الطبيعية في الجسم وتهيئته لمكافحة الأمراض على نحو أسرع وأكثر فاعلية. وعلى مر السنين نجحت اللقاحات بتقليل انتشار العديد من الأوبئة والأمراض المعدية كالحصبة والنكاف والسعال الديكي، كما أسهمت في القضاء على بعض الأمراض الأخرى من بينها شلل الأطفال والجدري. إلى جانب ذلك كان لها دورا رئيسيا في إنقاذ حياة الملايين من الأشخاص حول العالم، حيث أسهمت اللقاحات الأساسية على مدى الأعوام 50 الماضية في إنقاذ أرواح ما لا يقل عن 154 مليون شخص. وفي هذا العام تقوم منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بدعم حملة تقودها وزارة الصحة السورية للوصول إلى نحو 3.4 مليون طفل سوري تشمل كافة المناطق في سوريا، رافعة شعار جرعة من الأخبار السارة لتسليط الضوء على الأهمية القصوى التي تتمتع بها هذه اللقاحات في إنقاذ حياة الأشخاص وحماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها. من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعينا الكرام، وصباحك دكتور صخر. صباح الخير دكتور، لو نبدأ حوارنا بلمحة موجزة عن الأسبوع العالمي للتنميع وما الهدف من إطلاقه كل عام. طبعا الأسبوع العالمي للتلقيح أو التمنيع نعم هو واحد من عدة أسابيع حددتها منظمة الصحة العالمية. نعم. وانطلاقا من وعي المنظمة بأهمية اللقاح وقدرة اللقاح على أو منع حدوث ملايين الوفيات عند الأطفال، ومنع وقوع الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق اللقاحات. حددت المنظمة أسبوع من كل عام في الأسبوع الأخير من شهر نيسان أبريل من كل عام للقيام بحملات أو نشاطات تهدف إلى زيادة الوعي أو نشر الوعي بأهمية اللقاحات وتقييم برامج أو التلقيح أو التمنيع في مختلف البلدان، والقيام بما يمكن القيام به من أجل تدارك القصور في عمليات التلقيح في هذه المناطق. منذ عام 2012 قامت منظمة الصحة العالمية بتحديد هذا الأسبوع الذي يصادف 24 نيسان حتى 30 نيسان من هذا العام. 28 من نيسان. نعم، من 24 حتى 30 نيسان، الأسبوع الأخير من كل نيسان في كل عام. نعم دكتور، كيف يمكن تعريف اللقاحات وما هي طبيعة أو آلية تركيب اللقاحات؟ طبعا اللقاح هو عبارة عن مستحضر بيولوجي
مأخوذ من العوامل الممرضة التي تسبب الأمراض، وتحقن في جسم الإنسان لتحريض الجهاز المناعي عند الإنسان من أجل تشكيل أجسام مضادة قادرة على منع المرض. نعم. طبيعة اللقاحات هي ممكن تكون مثلا فيروس كامل، ممكن يكون أجزاء من فيروس، ممكن يكون فيروس حي أو فيروس مقتول، أو جزء من المادة الوراثية للفيروس تحقن داخل جسم الإنسان. الوسيط الموجود باللقاحات. نعم، تحقن داخل جسم الإنسان لتحفيز الجهاز المناعي الموجود مسبقا طبعا عند كل إنسان. نعم. لإنتاج أجسام مضادة أو حفظ الذاكرة، خلايا الذاكرة مناعية عند الإنسان لمنع المرض أو تخفيف من شدة المرض عند وقوعه. نعم. عندما يتم تلقيح الإنسان بهذه اللقاحات ودخول هذا الوسيط لجسم الإنسان يتشكل ذاكرة بعد استجابة مناعية. نعم. تقوم بها الجهاز المناعي لجسم الإنسان. نعم. وتشكيل ذاكرة نتيجة تفاعل مع هذا الوسيط. وبالتالي دكتور إذا ما كان هناك عدوى لاحقا يكون موجود مسبقا ذاكرة لدى الجهاز المناعي للإنسان. هذه أهمية اللقاح. إذا حدثت عدوى يكون هناك أضداد جاهزة في جسم الإنسان قادرة على قتل هذه العوامل الممرضة، أو وخلايا الذاكرة تقوم بإنتاج كميات كبيرة مباشرة للتعامل مع هذه العوامل الممرضة. نعم. دكتور، ما هي أهمية هذه التطعيمات وهذه اللقاحات لحياة البشر؟ هنا أشير لمنظمة الصحة العالمية، وفقا لها أشارت بأن اللقاحات منذ عام 1974 تساهم في إنقاذ حياة 6 أشخاص في كل دقيقة. طبعا تاريخ اللقاح هو أقدم من ذلك. اللقاح لقاح جدري البقر تم اكتشافه عام 1798. هو كان السبب بظهور اللقاحات لاحقا. نعم، من قبل الطبيب إدوارد جينر اللي اخترع اللقاح جدري البقر. نعم. وكان السبب في إنقاذ ملايين البشر. نعم. طبعا جدري البقر كان تقريبا نسبة وفيات بحدود من 10 ل 20% من البشر قتل. نعم. وثم تطورت لقاحات تباعا حتى وصلنا إلى المراحل المتقدمة من اللقاحات والأمراض اللي يمكن الوقاية منها عن طريق اللقاحات، وبالتالي الوفيات التي يمكن أن نتجنبها بها عن طريق اللقاحات تقارب تقريبا 2-3 مليون طفل يمكن منع وفاتهم عن طريق اللقاحات هنا سنويا طبعا. نعم. ما هي أهم الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم دكتور؟ طبعا منظمة الصحة العالمية حددت تقريبا 25 مرض. ما يقارب يعني ما يقارب 25-26 مرض. الأمراض القابلة الوقاية منها عن طريق اللقاحات، وبالتالي قلنا الوفيات التي يمكن منعها عن طريق نعم. اللقاحات تقريبا 25 مرض. تتضمن أمراض شلل الأطفال، التهاب الكبد الوبائي، الكزاز، الدفتيريا، الحصبة الألمانية، النكاف، السعال الديكي، أمراض الطفولة. ساهمت هذه اللقاحات نعم. إما باختفائها كما الجدري أو في بعض البلدان أيضا شلل الأطفال تم استئصال مرض شلل كانت حاسمة في القضاء على شلل نعم. الأطفال وتقليل الحصبة الألمانية. دكتور ومتابعينا الكرام، لدينا استطلاع أجره زملائنا فريق راديو بوير اف ام مع عدد من الناس حول موضوع حلقتنا. نستمع سوا للآراء وبنرجع نتابع الحوار. تفضل.
بكل تأكيد قمنا بإعطاء اللقاحات لأطفالنا ونلتزم بها لحمايتهم من الأمراض السارية والغير سارية وحمايتهم من شلل الأطفال. ثقتنا كثيرة جدا، فأثبتت اللقاحات فعاليتها كثيرا على الأطفال، وتم حمايتهم من الأمراض والأوبئة والكثير من الإشكاليات. في الحقيقة المخاوف لا توجد مخاوف من اللقاحات، ولكن اللقاحات الأخيرة عادة ما تكون الإبر ثقيلة على الأطفال. مشان موضوع اللقاحات عم أعطي اللقاحات لابني، وبشكل أنا ملتزمة فيها، وبأيد التزام الأطفال باللقاحات لأنه بتحميهم من أمراض خطيرة ومعدية كتير. وعن موضوع الثقة، عندي ثقة متوسطة إلى عالية بفعالية اللقاحات، خاصة هاي اللي بتعتمد على جهات صحية معروفة لأن أثبتت نجاحها على مدة سنوات. ومشان المخاوف اللي عم اسمعها أو بفكر فيها أحيانا هي الآثار الجانبية النادرة أو عدم توفر معلومات كافية عن بعض اللقاحات الجديدة. هلأ مشان تحسين إعطاء اللقاحات بقترح زيادة التوعية بين الأهل بطرق مبسطة، توفير اللقاحات بشكل مجاني أو بأسعار رمزية، مع تدريب جيد للكوادر الصحية حتى يشرحوا أهمية كل لقاح للأهل بطريقة واضحة. نحن عم نشوف انه عند الاطفال لازم يلتزموا باللقاحات مشان انه تقوى مناعتهم، لانه وظيفة اللقاح هي ادخال فيروس ميت على ميت او غير فعال. على سبيل المثال خلينا نقول مثل ايام كورونا كانوا عم يعطوا لقاحات، هو عبارة عن فيروس كورونا ميت او غير فعال يدخل على الجسم. كريات البيض اللي هي المسؤولة عن المناعة عم تقوم تقضي على هذا الفيروس وتتعرف على صورة الفيروس هاي. المرة الجاية إذا بده يفوت فيروس فعال مثله فخلص راح يقدر يواجهه، يعرف إيش هي الأساس، إيش بأي فعالية بده يواجهه بدون ما يعطي أي ضرر كبير للجسم. طبعا ثقتنا باللقاح إنه هي ثقة كبيرة، هي ملاذ آمن تمام وطريقة آمنة لنقوي مناعة الجسم. أما المخاوف اللي هي يمكن يكون مثلا اللقاح فاسد، يمكن يكون الدكتور غير مختص، أو الممرض المسؤول عن اللقاح يمكن يكون مو مختص. نحن إيش نقترح لتحسين اللقاحات أو تحسين إعطاء اللقاحات؟ أول شيء نقترح إنه نبلش نوعي الشعب إنه إيش هي اللقاحات الموجودة، إيش هي اللقاحات اللي لازم نحن ناخدها ونبعد عنها. قبل ما ناخد اللقاح لازم نحن لشو ننتبه. اللقاحات للأطفال هي تعتبر إجراءات وقائية تسهم في حماية الصحة. قبل يعني اعطينا لقاحات للأطفال وكان إلنا كتير ثقة فيها وملتزمين. مثلا براس الشهر واحد، مثلا 1 الشهر نروح نعطي هذا اللقاح للطفل بنفس التوقيت. كان إلنا ثقة كتير فيها، بس يعني بالسنوات الأخيرة ما ضل عندنا ثقة بهاللقاحات بصراحة، لأنه شفنا على المواقع وعلى الإنترنت في كتير مثل ما يقولوا إنه سلبيات هاللقاحات. يعني هلا ابني صف سادس عم يقول في مركز ياخذونا ويعطونا اللقاح. أنا كتير خايفة. أكيد بخصوص اللقاحات يعني ملتزمين بهالشي عن طريق في كروت طبعا عنا لكل طفل من المستوصفات، أو أحيانا تصير حملات، ولكن بشكل قليل جدا إنه تطلع الحملات على البيوت، بس ملتزمين بالمستوصفات أكثر شيء عم نتابعها. أكيد هاللقاحات يعني إلها أهمية كبيرة بالنسبة للأطفال، يعني للوقاية من الأمراض المستقبلية مثل الحصبة أو الجدري، يعني هاي الأمراض اللي أكثر شيء تصيب الإنسان، فملتزمين بهالشيء أكيد. صراحة مخاوف يعني أحيانا
تجي يعني أشخاص أو مجموعات يعني تعطي لقاحات يعني العالم تتخوف منها صراحة، ما تكون مصادر موثوقة ممكن. لهيك يعني أكثر شيء الالتزام هو بالمستوصفات راح يكون يعني بشكل مضمون. من جديد يسعد صباحكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا، وصباحك دكتور. استمعنا لآراء الناس حول اللقاحات، كيف شفت معلوماتهم؟ كيف شفت آرائهم؟ هلا بشكل عام الناس يعني عندها معلومات كويسة عن اللقاحات وعن أهميتها وعن أنواعها وتوقيتها وهي. المشكلة نحن بالمجتمعات اللي بدنا نوصلها وما فينا نوصلها، بالمناطق الريفية، مناطق قليلة الوعي، مناطق بعيدة عن المراكز المدن. هناك في عدد كبير من التسربين يعني من حملات التلقيح، من برامج التلقيح. هدول هن المشكلة، هدول هن اللي يعني عم يمنعوا انه من استئصال الامراض هاي ومسؤولين عن الجائحات اللي عم تصير. بلي دكتور هون المسؤولية الأساسية على عاتق منطقة، يعني المسألة بالوصول للقرى أو الأرياف أو البيئات ألا تقع على عاتق الجهات الصحية في كل بلد أن يكون لديها فرق جوالة يعني تصل لكل مكان؟ يعني المسؤولية هي طبعا السلطات الصحية المحلية أو يعني الوطنية، إلى جانب المنظمات أيضا. هي مسؤولية الوصول وإيصال اللقاحات. هناك مسؤولية أيضا لمنظمات المجتمع المدني، وسائل الإعلام مثلا، بالوصول لهالبيئات هاي ونشر الوعي بأهمية اللقاح وتوفر اللقاحات. دكتور هناك مخاوف، يعني أغلب أصوات يلي سمعناها بالاستطلاع كثيرا ما أشاروا للمخاوف من جودة اللقاح أو من تأثير اللقاح، أو مخاوف من مدى أن يكون الطبي الذي يلقح الطفل مختص وعلى دراية بكيفية التلقيح. هذه المخاوف من أين تأتي؟ بالدرجة الأولى يعني تأتي من أنا بعتقد أنه هاي المخاوف مبالغ فيها، نتيجة نقص التوعية حول أهمية اللقاحات. فيها نتيجة نقص التوعية، نتيجة أفكار خاطئة تنتشر مثلا بين المجتمع. اللي عم يعطوا اللقاح، الكوادر اللي عم تعطي اللقاح هي كوادر مدربة، كوادر علمية مختصة، لها خبرة. نعم، مختصة في هذا المجال. واللقاحات، مصادر اللقاحات هي مصادر موثوقة، هي رسمية، جهات صحية رسمية، طبعا جهات رسمية عبر منظمات دولية عن طريق مصادر موثوقة وآمنة وفعالة ومجانية يعني بطبيعة الحال. وأثبتت هذه اللقاحات نتيجة سنوات طويلة تجارب في دول كثيرة في مناطق كثيرة فعاليتها في الوقاية من الأمراض وفي إنقاص معدلات الوفيات عند الأطفال الذين تم تلقيحهم بهذه اللقاحات. نعم. إذا بعض الأصوات كانت محقة حينما أشارت إلى أهمية زيادة التوعية، لأنه لا يوجد لدينا توعية صحية بأهمية اللقاحات، وهناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول اللقاحات لمن يجب أن تعطى. وإلى جانب من الهام أن يكون هناك أيضا تدريب للكوادر الصحية بكل الأحوال، لأن هناك يعني طرق حديثة تدخل في مجال التلقيح ونوعيات التلقيح وكيفية التلقيح الأطفال والأشخاص
بشكل عام. دكتور، وفقا للبرنامج الوطني للقاحات، ما هي أهم اللقاحات والجرعات الدائمة التي تعطى؟ طبعا البرامج الوطنية حسب كل دولة توضع اعتمادا على معايير هي أولا انتشار هذه الأمراض في هذه البلدان. هي أحد المعايير نسبة انتشار بعض أمراض توطنها، يعني أو أمراض المتوطنة في هذه المناطق وانتشارها. البرنامج الوطني في سوريا طبعا هو يتضمن مجموعة من اللقاحات. لقاح السل أو التدرن. نعم. طبعا لقاح السل في سوريا يعطى لجميع المواليد للأطفال. في بعض البلدان لا تستعمله، ولكن نتيجة وجود بؤر من مرض السل في هذا البلد. نعم. لقاح شلل الأطفال يعطى تقريبا 7 جرعات منه، بين لقاح فموي وعضلي. نعم. أيضا لقاح التهاب الكبد الوبائي، التهاب الكبد بي. لقاح خماسي اللي هو يتضمن لقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي والمستدمية النزلية والهيموفيلوس. نعم. اللي تسبب أمراض مثل التهاب السحايا، التهابات الرئة. نعم. عند الأطفال. ولقاح التهاب الكبد بي أيضا. وهناك لقاح MMR أو الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف. نعم. ضمن تواقيت محددة ومواعيد محددة. طبعا هاي المواعيد أو التوقيتات موضوعة بناء على طبيعة انتشار المرض في أعمار محددة، وبناء على طبيعة اللقاح طريقة أو آلية قيامه بتحفيز الجهاز المناعي عند الطفل. نعم. دكتور، هنا نوعا ما أشرت إلى مسألة أنه على أي أساس الخبراء يقومون باختيار توقيت اللقاح. نعم. يعني أشرت أنه مسألة أنه التوقيت الذي أو العمر الذي يكون فيه الجهاز المناعي لدى الطفل سيستجيب بشكل فعال أكثر لهذه اللقاحات. وإلى جانب مسألة أنه قد يكون هناك انتشار لبعض الأمراض التي تستوجب تدخلا عاجلا من خلال هذه اللقاحات. وخاصة في سوريا كانت هناك العديد من التدخلات الهامة نتيجة الظروف البيئية التي أتت من واقعنا الأمني. دكتور، أشرت لعدد من اللقاحات التي يجب أن تعطى ضمن البرنامج الوطني للقاحات الذي تحدده وزارة الصحة السورية. هذه اللقاحات تعطى لأي الأعمار؟ أتوقع للأطفال بشكل خاص، يعني اللقاحات التي ذكرتها. هل هاي الأمراض اللي ذكرناها اللي هي أمراض طبعا هي أمراض الطفولة أغلبها، تسمى الطفولة المبكرة. أمراض الطفولة. التلقيح يبدأ بالاعتبار من خلال الأسبوع الأول من الولادة، من اليوم الأول دكتور، اعتبارا يعني خلال الأسبوع الأول من الولادة. نعم. اللقاحات اللي قلناها اللي هي لقاح السل والتهاب الكبد وشلل الأطفال. التهاب الكبد توضع نعم. زيارات متكررة لاستكمال الجرعات والحصول على لقاحات ثانية، يعني جرعات داعمة من اللقاحات. دكتور، لقاح الكبد يعني توقفت عندها لأنه يقال بأنه يجب أن يعطى لقاح التهاب الكبد ب خلال 24 ساعة من ولادة الطفل. لا، مو ضروري، مو بالضروري أول يوم. لا مو ضروري إنه خلال 24 ساعة إلا إذا كانت الأم مثلا حاملة للفيروس أو عندها مرض التهاب الكبد. نعم. هذاك الوقت المولود أو الحديث الولادة لازم يأخذ مصل التهاب الكبد إضافة إلى اللقاح. يعني إذا الأم لم تكن ملقحة باللقاح فهنا إذا كانت الأم مصابة عندها يعني إيجابي التهاب الكبد فالطفل خلال 24 ساعة أو مباشرة بعد الولادة يجب أن يحصل على أولا مصل المرض،
بالإضافة إلى جرعة اللقاح. نعم. المصل هون أهم من لأنه مصل جاهز في أضداد جاهزة للوقاية في حال إذا فيروس مثلا انتقل للوليد. نعم. للوقاية من المرض. دكتور، نتناول اللقاحات، من اللقاح الخماسي الأعمار التي تعطى، عدد الجرعات التي تعطى هذه اللقاحات. هلا اللقاح الخماسي هو يعني مثل ما نقول عبارة عن لقاح، مجموعة لقاحات مجمعة في لقاح واحد. نعم، مدمجة. هدفها طبعا انقاص الزيارات وانقاص الحقن يعني عند الطفل. هنا لا يؤثر على الفعالية دكتور؟ لا أبدا. فعالية مثل ما هي، كأنه عم تعطي لقاحات مفردة. فعالية نفسها. نعم. بس انت عم تقللي من عدد زيارات الطفل لمراكز التلقيح وعدد الحقن يعني اللي تعطيه. نعم. اللقاح هو عبارة، قلنا كان قبل لقاح ثلاثي ثم صار لقاح رباعي ثم خماسي. لقاح ثلاثي كان الدي تي بي او لقاح الدفتيريا او الخناق. ولقاح السعال الديكي مع الكزاز. نعم. ضاف له بعدين لقاح المستدميات النزلية اللي قلنا هو عبارة عن جرثومة تسبب التهابات السحايا والتهابات الرئة والتهاب أذن وسطى عند الأطفال. وبعدين وقت لاحق صار انضاف له اللقاح التهاب الكبد بي، التهاب الكبد الوبائي، صار اسمه لقاح خماسي. هذا يعطى الزيارة الثانية وبجرعات يعني 3 جرعات، بعدين جرعة داعمة كمان. دكتور، اللقاح الخماسي يجب أن تكون معطاه خلال أي عمر، لحد أي عمر يعني؟ لحد السنة. لحد السنة يكمل جرعاته. حول لقاح التهاب الكبد أو قبل التهاب الكبد، هناك لقاحات هامة يجب أن تعطى للأم الحامل أيضا، لو نشير لها. اللقاحات طبعا الأم لما كانت طفلة هي تأخذ اللقاحات الروتينية اللي من ضمنها هو لقاح الكزاز. نعم. لقاح الكزاز في برنامج كمان ضمن برامج وزارة الصحة للتلقيح، وبرامج تلقيح الأمهات في سن الإنجاب ضد مرض الكزاز من عمر 15 سنة لعمر 49 سنة. يأخذوا لقاحات الكزاز مع الجرعات الدائمة. نعم. طبعا في جرعات داعمة بعمر ال6 سنوات اللي هي نقول لقاحات الصف الأول. عمر 12 سنة لقاحات الصف السادس، هي اللقاح الثنائي الطفلي اللي هو عبارة عن لقاح الدفتيريا مع الكزاز، يعطى للمراهقين يعني بعمر الأطفال بالصف الأول. بعدين اللقاح الكهلي اللي هو الكزاز مع الدفتيريا بعمر 12 سنة. نعم. بعدين في تستكمل لقاحات داعمة لمرض الكزاز عند الفتيات المراهقات. نعم. تستكمل الجرعات الداعمة وجرعات اللقاح. نعم. الوقاية من كزاز الوليد. للوقاية من مرض كزاز الوليد، الأم تأخذ لقاح كزاز، تصير عندها أضداد جاهزة تنتقل عبر المشيمة للمواليد أو الأجنة، تصير وقاية من كزاز الوليد. نعم. دكتور، حول لقاح الكبد، هو عادة يعطى للأطفال، هل يعطى أيضا للبالغين؟ طبعا لقاح التهاب الكبد لغير الأطفال يعني التهاب الكبد بي طبعا الوبائي اللي نقول هو المرض اللي ممكن يسبب تشمع كبد في نهايته يعني عن طريق الإزمان، لأنه هو يصير إزمان فيه. طبعا من عام 1993 يمكن هو دخل البرنامج الوطني للتلقيح بسوريا. يعني من هداك الوقت لهلا اللي كان عم يتلقح عم ياخذ لقاح التهاب الكبد. الفئات الثانية اللي مو ملقحة مثلا اللي لازم تاخذ هاللقاح، الاشخاص اللي عم يتعاملوا مع مثلا مع مرضى، العمال القطاع الصحي مثلا عاملين بالمستشفيات بالمراكز الصحية بالعيادات، الاشخاص اللي ممكن يكون عم يتعاملوا مع جروح مثلا
مثلا قصابين، مثلا الحلاقين، هدول الأشخاص كمان لازم ياخدوا أو يحصلوا على من باب الاحتياط والحماية الوقاية. نعم دكتور، نعرف منك طرق التطعيمات وأشكالها، يعني في الفموي وفي العضلي، وأيهما أفضل من حيث تقوية المناعة؟ هلا طرق الإعطاء قلنا في لقاح فموي، لقاحات فموي ولقاحات عضلي. أغلب اللقاحات هي تعطى عن طريق العضلة مثلا أو ضمن الأدمة أو تحت الجلد. لقاح شلل الأطفال في عندنا نوعين منه، نوع شلل الأطفال الفموي اللي هو OPV، وفي الIPV اللي هو العضلي. طبعا اللقاح شلل الأطفال الفموي هو فيروس حي، هو فيروس حي مضاعف، بينما العضلي هو فيروس مقتول. الفموي ممكن يعطي مناعة معوية أكثر، لأنه الفيروس هو ينتقل عن طريق البراز. المرض لما يصير شلل الأطفال عند الطفل، الفيروس عم يتكاثر بالجهاز الهضمي عنده وينطرح مع البراز ويصير عدوى عن طريق البراز. يعني تلامس براز مع مثلا طعام مع ماء مع التلويث، يعني شغلات تصير تنتقل العدوى. الفموي، اللقاح الفموي يعطي مناعة أكثر عن طريق الجهاز الهضمي، فهو يعني في حال مثلا مناطق فيها شلل الأطفال يكون اللقاح الفموي هو أفضل. بينما يعني يعطي مناعة مجتمعية أكثر من اللقاح العضلي، وهذا ما يسمى مناعة المجتمع، مناعة القطيع. نعم. العضلي هو يعطي مناعة أقوى للشخص الملقح، يعني الطفل الملقح يكون استجابة المناعية أكثر عنده عضلي هو، لأنه بس المناعة الخلطية تكون أقل. نعم دكتور، كما استمعنا للاستطلاع، الكثير من الأشخاص يتخوفون من مسألة التأثيرات الجانبية للقاحات ومدى نجاعة اللقاحات مع وجود تأثيرات جانبية. ما هي التأثيرات الجانبية للقاحات؟ هل التأثيرات الجانبية في لها نوعين طبعا. تأثيرات جانبية موضعية، مثلا مكان الحقن ممكن ألم، ممكن احمرار، ممكن نعم أي تكون ممكن نتيجة ممارسات خاطئة أو طريقة إعطاء خاطئة مثلا. وهذه يعني اختلاطات ما بتخوف كتير، يعني اختلاطات بسيطة عرضية، يعني ممكن تداركها خلال 24-48 ساعة، يعني بطرق بسيطة، يعني مسكن خفيف أو كمادات. التأثيرات الجانبية لبعض اللقاحات الحية، مثلا لقاحات تكون حية، ممكن يصير مرض عند الطفل، طبعا حالات نادرة، يعني ممكن بالمليون واحد مثلا. طبعا هذا الطفل حتى لو صار عنده مرض ما بيمنع انه نحكي عن أهمية اللقاح، لأنه إعطاء اللقاح في هالحالة يعني أهميته تكون أكثر من إنه مقارنة بالآثار الجانبية، نخاف من مثلا حالة أو حالتين مثلا من دكتور، الحالات التي يعني الشخص يصاب بمرض ما على الرغم من أخذه للقاح، هنا تفسر وفقا لماذا؟ لمناعة الشخص، ممكن عمر الشخص، أو المرض ممكن يكون يعني تطور. نعم فيروس المرض. المناعة اللي ناتجة عن التلقيح تتعلق بعوامل كثيرة. أولا طبيعة العامل الممرض، نعم، حسب طبيعة آلية العامل الممرض في إحداث المرض تتعلق فيه، حسب استجابة الجهاز المناعي للقاح، استجابة الجهاز المناعي عند الطفل الملقح للقاح. نعم. أو عوامل ممكن تكون متعلقة بالعمر، عمر التلقيح، أو ممكن عوامل وراثية كمان إلى دور. أمراض مثلا يكون الطفل في عنده مثلا مشاكل بالجهاز المناعي. نعم. حتى اللقاح نفسه يعني ما يعني بيجوز اللقاح لما ينتجوا معمل أو يعني في له فعالية، نسبة فعالية يعني ما تكون 100%، اختبر بشكل جيد وعلى مراحل لحين أن فعاليته ما تكون 100%، يعني ممكن في اللقاحات تكون 80-90%، 95%. نعم. دكتور، الوقت تداركنا، يعني لم يبقى وقت، لكن نقطة، لقاح السل على الكتف الأيسر يشكل عقدة. هناك من يتخوف من فعالية اللقاح مع ظهور عقدة على الكتف الأيسر في حالة لقاح السل. هنا
يدل على فعالية اللقاح أم ماذا؟ الندبة مكان اللقاح، هو اللقاح السل عبارة عن عصيات يعني متفطرات أو سلية بقرية نقول تحقن داخل الأدمي، يعني تحت الجلد، مو تحت الجلد، داخل الأدمي، أعمق من مو عضلي، في حقن عضلي في ضمن الأدمي وفي تحت. هذا إذا انحقن شوي سطحي مثلا تحت الجلد ممكن يسوي هذا الخراج، ولا يستدعي الخوف يعني. لا يستدعي الخوف يعني. الخراج هذا يشفى خلال أسابيع يعني. نعم. أهم شيء إنه مثلا ما يتدخل عليه الواحد بطريقة، في ناس تعصره، في ناس مثلا تشقه أو هي يروح يعني. دكتور ما ضل عنا وقت، مضادات استطباب اللقاحات بعجالة بدقيقة. المضادات الاستطباب المؤقتة يعني ممكن طفل يكون مريض تعبان مثلا عنده مرض، هاي تأجل التلقيح بس يشفى الطفل ياخذ اللقاح. المضادات الاستطباب الدائمة مثلا الطفل خاصة اللقاحات الحية لازم ما ياخذها. مثلا طفل عنده مشاكل بالجهاز المناعي مكتسبة أو وراثية، طفل مثلا عنده أمراض سرطانات، طفل محطوط على المعالجة الكيماوية بأدوية مضادة للسرطان، طفل مثلا عم ياخذ ستيرويدات قشرية يعني كورتيزونات عم يصبط الجهاز المناعي. هاي اللقاحات الحية لازم ما ياخذها. أو طفل مثلا صار عنده اختلاط حساسية شديدة من لقاح معين لازم ما ياخذه. نعم دكتور، خلصت حلقتنا لليوم. الوقت هناك كثير من التفاصيل حول اللقاحات، ولكن الوقت المخصص للحلقة انتهى. كثير الشكر لك دكتور سخر عليك، كنت معنا بالاستوديو، تناولنا موضوع مهم وهو اللقاحات، وهالحلقة خصصناها بمناسبة الأسبوع العالمي للقاحات. وكتير شكر لكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير FM. هيك قصة حلقتنا من البرنامج الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا من وراء المايك شيف حسن. إلى اللقاء. بوير FM. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.